هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله ورحمته إلى خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تبارك وتعالى، وأحث نفسي وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني تبرأت إليك من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك، يا ذا الحول والقوة المتين. هذه الكلمة العظيمة التي هي شعار المؤمن، هي شعار التوحيد، هي شعار العز، هي شعار القوة، هي شعار السلطان، وأن الأمر بيد الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، وأن ما سواه ميت فان، ليس له وجود في هذا الوجود، طالما أنه مرهون بالموت في ساعة لا يعلمها إلا الله. الله أكبر، كلمة العز، كلمة السلطان، شعار القوة، شعار التبرؤ من الحول والذات. الله أكبر، الله أكبر. هذه الكلمة العظيمة التي لا تصح أزكى وأقوى وأفخم وأعظم العبادات إلا بها، فلا تعتبر صلاتك إلا إذا افتتحتها بالتكبير مع النية. الله أكبر، لأنك في صلاتك يجب أن تنقطع عن كل شيء سوى الله، فإذا قلت الله أكبر فاحذر أن يكذب قلبك لسانك، ويكون في قلبك من هو أكبر من الله. فإذا قلت الله أكبر
اقطع علائق قلبك عن كل شيء سوى الله، فإذا قلت الله أكبر فاعلم بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يقبض ولا يبسط ولا يرزق ولا يمنع ولا يرفع ولا يبتلي ولا يغني ولا يفقر ولا يقتل ولا يقطع إلا الله سبحانه وتعالى. ليكن بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن الله أكبر، الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، الله أرفع، الله أعز، الله أعلى، الله أكبر، لأن الله أكبر. وإياك أن يخطر في بالك معنى التكبير هنا الحجم أو الضخامة أو القياس، فربنا تعالى لا يقاس بالقياس ولا تدركه الحواس ولا يعرف بالناس، بعيد على قربه قريب على بعده، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله أكبر تتهاوى رؤوس الطغاة، الله أكبر تتهاوى رؤوس الجبابرة، الله أكبر لا يبقى في هذا الوجود من يستطيع أن يقول أنا. ومن أنت إلا صعلوك، نحن مجموعة صعاليك فقراء، أولنا نطفة مذرة وآخرنا جيفة قذرة وبينهما نحمل العذرة. من أنت أيها الإنسان؟ إن أنت إلا هذا المخلوق الضعيف الذي خرجت من صلب أبيك لتمر بأحقر مكان لتسكن في رحم أمك ثم لتأتي بهذه الدنيا لا تملك من أمر نفسك شيء، وتنسى هذا الأصل وتنسى هذا الفصل، ثم تتكبر على خلق الله تبارك وتعالى. فالله أكبر الله أكبر طالما أنك محكوم بقانونها، طالما أنك لا تملك أن تدفع عن نفسك در ذبابة. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون، إن الذين تدعون من دون الله لا شو الآية؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله هؤلاء المدعوين، فكيف بالداعين؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الله أكبر. فأنت ضعيف حتى أمام ذبابة، أنت ضعيف حتى أمام هذه الحشرة الصغيرة، أنت ضعيف أمام هذا المخلوق الكائن الصغير الذي لا تملك أن يسلب منك شيئا من دمك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. لذلك أنت تقول الله أكبر، تقولها في معركتك الله أكبر، تقولها في صلاتك الله أكبر، تقولها في كل مكان الله أكبر، لأن الله أكبر، لأن الله أكبر. من تخاف؟ من تخاف؟ تخاف رجال الأمن؟ لماذا تخاف رجال الأمن؟ هل هم إلا مخلوق مثلك؟ في الجمعة الماضية كثير من الناس تخلفوا عن صلاة الجمعة لما رأوا رجال الأمن يحيطون بالمسجد. لماذا تركت الصلاة وانسحبت؟ قال لأنهم طلبوا الهوية. طيب طلبوا الهوية، طبعا بين معترضتين أقول رجال الأمن
رجال الأمن يجب أن تتوفر فيهم صفة الطمأنينة، صفة الأمن، صفة الأمان. لا المناظر التي رأيناها في الجمعة الماضية، والمناظر التي رأيناها كانت تحيط بالمسجد. الأمن يخرج من المسجد، الأمن يكون في المسجد، وما كان المصلون أبدا ليخربوا الأمن في يوم من الأيام، وحاشا. الله تعالى يأمرنا بذلك في صريح كتابه، في صريح دينه. ما كنا فتانين، ما كنا فتانين، ما كنا مخربين. هناك من يهتم بهذا الأمر، هناك المخربون، هناك القتلة، هؤلاء نحيلهم على رب الأرض والسماء، وأسأل الله أن يقتلهم كما قتلوا إخواننا الأبرياء. أما رجل الأمن يجب أن يكون في الوداعة، في اللطف، في الطمأنينة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا تخاف؟ لماذا تخاف عبدا مقهورا مثلك؟ لماذا؟ الله أكبر، الله أكبر. لما قاتل نور الدين الشهيد رحمه الله البيزنطة، كما تعلمون القصة، أسر لهم رجلا كبيرا من رجالهم. تحير قائد العمليات، تحير الروم، ماذا نفعل؟ المعركة سقطت. إذا كان قائد العمليات يسقط أسيرا في أيدي المسلمين، أولا لم يعد هناك من يدير المعركة، ثانيا سوف يأخذون منه كل المعلومات عن جيش بيزنطة، فأرسلوا إليه: خذ ما شئت من المال، وخذ أسر المسلمين جميعا، وأعطنا أسيرنا فلان فقط، الباقي ما بدنا إياهم. الله أكبر. عرض مغري جدا جدا. بس هذا الأسير مقابل أسرار كلهم، واحتفظ بأسرانا كلهم، وخذ ما شئت من المال مقابل هذا الأسير. جمع الجيش واستشارهم. لماذا استشارهم؟ لأن الله أكبر، لأن الله أكبر، لأنه لو تفرد برأيه رحمه الله قبل المشورة لكان في عقيدته خلل. لأن الله أكبر، لأن الله قال لهم وصاريخهم في الأمر. جمع الجيش واستشارهم. نعم، قالوا إذا كان الأمر كذلك فإذا غدا الصباح أو كان الصباح فاصلبه على جذع شجرة وفتت أكبادهم بقتله. قال: أستخير الله تعالى، أستخير من؟ الله أكبر، الله أكبر. في كثير منا الله أكبر بيبدأ حساباته، وشو ناقص الأغراض بالبيت من الأغراض، وشو دفعنا اليوم، وشو صرفنا اليوم. الله أكبر. تذكر مشاكله، همومه، بيته، مسؤولياته، نفقاته، صندوق الوارد، صندوق الخارج، الصندوق، الدفعات. لا، الله أكبر. أين الله أكبر؟ لماذا تكذب على نفسك وتقول الله أكبر وفي قلبك من هو أكبر من الله؟ لماذا؟ والله لو صدقنا في الله أكبر ما اختصم متخاصمان، ولا تقاطع أخوان، ولا اختلف شريكان، لأن كلمة الله أكبر تقتضي أن يكون الله أكبر في قلبك من كل شيء، وبالتالي أنت منصاع إلى قانون الله أكبر، وبالتالي قانون الله أكبر يقتضي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا قانون الله أكبر. لذلك في الخطبة قبل الماضية قلت على هذا المنبر بأن الإصلاح يبدأ من البيوت، يبدأ من النفوس، يبدأ من القلوب. ظن بعض الناس أنني أدافع عن الحكومة وأقف ضد المسيرات وضد الثورة. لا يا أخي، لا يا أخي، لابد أن يكون الأمر متكاملا مع
الحسين مع مظاهراتنا السلمية، ونؤكد على كلمة السلمية، ونؤكد على كلمة اللا طائفية. أبدا ما كنا دعاة طائفية، والله أسأل أن يلعن من أراد أن يحولها طائفية. لكن إلى الآن أقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أبدا أبدا، هذا هو القانون. لا، مستحيل، قانون إلهي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من هنا تبدأ مسيرة الإصلاح من القلوب، من البيوت، من رد المظالم، من رد الحقوق. هذا قانون. الله أكبر. بس شاطرين، أصلي فرض العشاء، الله أكبر، أصلي، وكل سنة حج عمرة، كل سنة حج عمرة، أصلي فرض الفجر، الله أكبر الله أكبر. ما الذي أحدثته فيك؟ الله أكبر. هل رددت الحق إلى أهله؟ هل رددت المظالم إلى أهلها؟ هل اصطلحت مع ذوي أرحامك المقربين والأباعد؟ أنا بعرف ناس ماتوا آباؤهم وماتوا أمهاتهم، وإلى الآن الإخوة على خصام، إلى الآن. حتى لما مات الأب واختلف الأولاد على التركة، قالت الأم يعني لبعض أولادي، لأن العمل اللي قمت فيه أنت عمل غير يعني منطقي وغير جائز وغير شرعي، كذا كذا، من المحل الفلاني أخذته لك، هذا حق الورثة. فغضب غضبا شديدا على أمه، وقال لإخوانه عليه ما يستحق من الله، إنه إذا بكرة بيجي اسمي بالنعوة لما بتموت إني لا تلوموا إلا أنفسكم. نعم نعم يا أخي، من هنا يبدأ الإصلاح، من اصطلاح الأخي مع أخيه، من اصطلاح الأخي مع أخيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. بكرة بيجي يوم القيامة بلاقي ما في صلاة. يا رب ده كنت تصلي، ما كنت تصلي أنت لم تكن من المصلين. اسمع، ألم تقرأ قول نبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون. الله أكبر. وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، وأخوان متصارمان. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر الله لمن لا يشرك به شيئا إلا أخوان متصارمان، يعني أخين ما بيحكوا مع بعضهم. فيقول تعالى لملائكته اللي عم يسجدوا: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. نعم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقات؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الصحابي: الله أكبر الله أكبر، صلاة وصيام وصدقة أمهات العبادات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. الله، إصلاح ذات البين. تعرف إنه في اثنين مختلفين. قال: فإن فساد البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. قال عليه الصلاة والسلام بعدها: لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. تحلق الدين. يا لطيف. كنا في دمشق الفيحاء، أسأل الله لها العزة والتمكين والأمن والأمان والطمأنينة، ولسوريا ولبلاد الشام ولبلاد المسلمين، أسأل الله الأمن والأمان. كنا في الشام، حضرب مثال بنفسي حتى ما حدا يظن اسم ذكر عوائل معينة. محل زياد الحسني
بعد 20 سنة محلات زياد الحسني وأولاده، بعد عفوا وإخوانه، بعد كذا سنة فلان الفلاني زياد الحسني أبناء عم. الله أكبر، تعلمون ذلك، أهل الشام يعرفوا ذلك. كانت تبقى الشراكة إلى أبناء العموم. ليه؟ لأنه قلب واحد. اليوم بيموت الرجل ما بيمر فترة 40 يوم على عرف العوام، يعني إنه 40 يوم تبدأ نساء الأزواج بالتحريش بين زوجها وبين أخيه مشان الأولاد. بتعرف خلينا من هلا أحسن ما يصير مشاكل بالمستقبل. يسعى لفصل الشركة، يسعى لإحباط الشركة، يسعى لتفكيك الشركة. بعدين بدنا إصلاح. والله إذا ما بدأنا بالإصلاح من هذه القلوب، وإذا ما أنت الآن قلت